السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه الصبح؟ لان انا بسجل الصبح. في خيال كده في الخلفية عشان حطيت اضاءة جديدة ولسه بجربها، فخلينا نشتغل على التجربة، مش مشكلة نبقى نظبطها بعدين. في ناس بتخش تقول لي انت رغاي قوي ما تتفرجش عليا. هو اسمه بودكاست عن تجربة، انا بحكي تجربتي، انا مش فاهم هختصر لك ازاي. يعني انا في تفاصيل معينة الناس بتبقى عارفاها. فيا جماعة اللي هو شايفني رغاي ما تتفرجش عليا، خد بالك ان انا عملت لك بلوك. الشخص اللي قال لي انت رغاي ده عملت لك بلوك عشان انا ما عنديش وقت بصراحة ارد عليك، والمرارة التأمين مش بيغطيها، فانا عملت لك بلوك. المهم النهارده بقى قصة جميلة جدا. رحلة حياتنا في بيع وشراء عربية. اشترينا عربية وبيعنا عربية. واحد صاحبنا عايز يشتري عربية، فأنا يعني على قد حالي كده بفهم في العربيات شوية من كتر الإيه المشاكل اللي أنا وقعت فيها مع العربية، يعني أو مع كذا عربية يعني. فالمهم قال لي عايزين نشتري عربية، فقلت له أوكي ننزل الحرج. الأول قعدنا نتفرج على الحاجات اللي هي على النت دي. عربية موجودة على الحرج، على صفحة الحرج بتاعة الإنترنت، بتاعة قصدي الفيسبوك. ودخلنا على موقع حرج الأزرق ده. في فرق بين موقع حرج وصفحة حرج على الفيسبوك. دخلنا على سيارة أونلاين ودخلنا مش عارف إيه. فهو البادجت بتاعه مش كبير بحيث إن هو يشتري يعني عربية إيه غالية يعني. المهم قلت له خلاص ما قدامناش غير السوق، ننزل سوق السيارات اللي هو فيه الشفا. فنزلنا السوق. هو ما بيفهمش في العربيات، لسه يعني مبتدئ يعني في الموضوع كده. فنزلنا السوق نتفرج على العربيات. هو قال لي قابلني على هناك، وبعد كده لقيته جايب معاه حد تاني برضه بيفهم في العربيات وكده يعني. هو كانت عينه على سيفيك، عايز يجيب سيفيك قديمة 2000 2002 2004 حاجه كده يعني. فالمهم قعدنا نتفرج في معروض كتير بصراحه، بس الحاله يعني مش سيئه، بعد السيئه بشويه. بس اللي هو ايه بيعملوا حاجه ظريفه جدا يعني. اللي عايز يبيع عربيته بيعمل حاجه ظريفه، بيروح يقوم غسلها من جوه بالزيت. بيغسلها بالزيت تقريبا يعني. ممكن يكون بيحط فازلين على قماشه ويلمعها بالفازلين، معرفش ليه. عايز اقول له مثلا هل لو انا هشوف العربيه بتلمع بالفازلين من جوه انا كده هشتريها يعني؟ اوكي مش عارف نظريه الشخص يعني، بس هو قشطه تمام يعني. فالمهم نركب عربيه وننزل من العربيه. فهو ايه كل واحد طبعا بيقول السعر اللي هو عايزه، الناس اللي واقفه يعني. وانا بصراحه ما اعرفش معنى او يعني كلمه شريطي ديت كويسه ولا وحشه، بس خلينا نقول سمسار عشان انا ما اعرفش معناها يعني. ما اعرفش اذا كانت هي كلمه سيئه ولا كلمه كويسه او كلمه عاديه، فمش عارف. فخلينا نقول سمسره اللي هو سمسار. سمسار عادي، شيء يعني شيء عادي طبيعي بدل شريطي يعني. بس مصر اللي واقفين بيقول لك ايه العربيه قدامك اتفرج عليها واعمل اللي انت عايزه يعني. فنفتح العربيه، فانا بقول له بص اولا يعني لما تفتح العربيه من جوه بص على كل الزراير وكل الحاجات اللي بيلمسها ايد السواق وممكن اللي جنبه. لو الحاجات دي مكسره يبقى العربيه دي كانت مع شخص مطلع عينها ما تشتريهاش. لو الحاجات دي سليمه نبدا نتفرج على بقيه العربيه. في عربيات دخلناها تعرفش مثلا هي كانت خارجه من لعبه جي تي اي مثلا، او يعني خارجه من بابجي مثلا. كل حاجه جوه مكسره، زراير المرايات سوري زراير الازاز مكسره، الكاسيت والتابلو مكسر، اكره الباب مكسره، مش عارف الديكور كله مكسر. فمش عارف انت يعني تمام كل واحد حر يعني في الاخر بيع زي ما انت عايز وبيع بالسعر اللي انت عايزه. المهم ايه قلت له باين انك ايه مالكش نصيب في السيفيك. كل السيفيك اللي اتفرجنا عليها طبعا 250,000 كيلو وانت طالع، يعني 250,000 وانت طالع. ده يعني لو العربيه تمام يعني 250,000 دي تقريبا اقل عربيه لقيناها. فالمهم 250,000 وطالع 350,000 400,000 500,000. في عربيات كانت عامله 500,000. طبعا الشخص بكام يا عم بيقول لك مثلا 13 14 5 براحته، هو يقول اللي هو عايزه يعني. فاحنا ما كناش بنناقش مع حد في موضوع السعر ده. فالمهم ايه قلت له شكلك مالكش نصيب تعالى نبعد عنها. في واحد تقريبا كان مستعجل في بيع العربيه فراح ركب لها فرش، فالراجل تقريبا بيركب الفرش فركبه بسرعه. لدرجه ان الفرش القديم اصلا باين يعني. هو ما ربطش مثلا الربطات بتاعه الفرش مثلا، ما دبسهاش زي ما انا لما اروح افرش العربيه عندي بيدبسها كده وبيربطها بسلك وبتاع مش عارف ايه. الراجل ما ربطلوش البتاع سايبها كده يعني. انا بشد الفرش كده لقيته طلع في ايدي. فبقول له ده الراجل كان مستعجل جدا وهو جاي على هنا ولا ايه الحكايه. فالمهم احنا مشينا خلاص مش نافع بقى، مش لاقيين اي حاجه عجبانا لغايه ما وصلنا عند راجل بصراحه سمسار كان سعودي. الراجل ده جميل جدا يعني. ممكن ابقى احط لكم رقمه لو حد عايز رقمه. بصراحه العربيات اللي كانت معاه كلها عربيات حلوه، بس كانت اوفر البادجت اللي الراجل كان بيتكلم فيه. ومن الجميل ان احنا
بعنا يعني اشترينا من سعودي وبعنا لسعودي، يعني في قصه تانية في قصه البيع. فالمهم الراجل دوت وقف اتفرج على العربيات وبتاع، معاه عربيات حلوه، شفنا معاه سوناتا، شفنا معاه موديلات عاليه بقى 16 17 18 وحاجات زي كده، عربيات فخيمه جدا ونظيفه يعني، لغايه ما رسينا على سوناتا عجبتنا قوي، عربيه تقريبا عامله 180 يعني في الحدود دي تحت ال 200,000. المهم فتحنا العربيه من جوه نظيفه جدا، الصالون بتاعها متغير لكنه نظيف جدا، بس هو مش فارش، هو مغير الصالون بالكامل، والارضيه برضو نظيفه جدا مغيرها بالكامل، فالعربيه من جوه نظيفه قوي، شغل التكييف نظيف، الزراير كلها نظيفه، الابواب بيفتح ويقفل نظيفه، الازاز ورا وقدام مرايات كل حاجه نظيفه، العربيه بودي من بره نظيف. فرجنا على العربيه تمام بتاع مش عارفين، الراجل قال لنا ايه شوفوا اللي انتوا عايزينه، افتح الكبوت، فتحنا بصينا على الموتور تمام شغال زي الفل اوكي، يعني نفحص العربيه. قلت له بص العربيه دي تعال نجربها، تعال نطلع بيها كده نجربها. المهم طلعنا، كان معانا صديقنا ده، طلعنا في الشارع بتاع الامام مسلم ده، جرينا بالعربيه 90 100 مثلا، بعد كده فرملنا مره واحده، صاحبنا ده كان ما شاء الله عليه يعني، جرينا بالعربيه بسرعه جدا، العربيه اوتو، وبعد كده عم فرمل مره واحده في العربيه لمت نفسها في حوالي 3 متر، حتى الراجل اللي كان معانا السعودي اتخض يعني. فانا بعد الفرمله دي والصوت العربيه وبتاع مش عارف قلت له العربيه دي بتاعتنا، العربيه دي هنشتريها، العربيه دي تمام ما فيهاش حاجه. فالمهم صاحبنا ده برضو يعني اللي هو ايه ملوش في العربيات، فقال لي ايه نفحص. قلت له والله انت براحتك، بس انت هتروح يعني ايه 250 ريال او 300 ريال بتوع الفحص انت هتخسرهم، بس انت حر في الاخر، هي عربيتك واحنا قلنا لك هي تمام، بس انت عشان تتاكد روح نفحص. ورحنا العربيه مركز الفحص، رفعنا العربيه من تحت، العربيه كويسه ما فيهاش حاجه يعني اوفر، والفحص الراجل كتب لنا التقرير، طلعت فيها شويه الحاجات اللي هي ايه، طلعت فيها شويه الحاجات الاستهلاكيه العاديه. الراجل قال لنا مش عارف فحمات، مش عارف ربلت ايه، مش عارف شويه حاجات كده يعني اللي هي سكه 500 ريال يعني مثلا، لكن العربيه نظيفه. الراجل حتى بتاع الفحص نفسه قال لنا العربيه نظيفه، واحنا من قبل قلنا له العربيه دي نظيفه وتمام توكل على الله، تكييف ريحته نظيفه، العربيه ما فيهاش اي تهريب مش عارف ايه كلام من ده. في نص ساعه او ساعه كنا مخلصين البيع وانجزنا الموضوع واحنا واقفين. ودي نقطه مهمه جدا للي بيسمع الفيديو، لو انت رايح تشتري هتخلص، لان الناس اللي هناك برضو خد بالك، في واحد من الناس اللي كانت هناك انا بقول له شفنا عربيه فعجبتنا، فانا بقول له اديني الرقم، فبيقول لي هتشتري ولا؟ قلت له يا معلم امال هاخد الرقم ليه؟ قال لي اصل انا النهارده يعني، قلت له عارف، اديت الرقم ل 3000 واحد. يا جماعه لو انت مش رايح تشتري او مش رايح تبيع ما خلاص ما تنزلش السوق، لانك عشان هتهلك الناس يعني. والله انا بصراحه عذرتهم يعني، هو واقف ادى رقمه 3 4000 مره في اليوم لناس ومحدش بيخلص. ودي هنيجي بقى في المرحله الثانيه، الحلقه الثانيه، او ممكن نكمل في الحلقه دي مش مشكله، مرحله البيع بقى. دي كانت مرحلة صعبة جدا جدا، ممكن نخلي المرحلة بتاعت البيع في الحلقة الجاية. لكن نصيحة، لو انت رايح تشتري عربية وانت ما بتفهمش في العربيات ما تروحش، لازم تاخد معاك حد بيفهم في العربيات. ونصايح شراء العربيات ممكن ابقى اقولها سريعا كده، نخلي الحلقة دي كلها نصايح عن شراء العربيات، كنت كاتبها في نوت، فانا هوفر عليك لو انت يعني ايه عايز تشتري عربية، عشان الحلقة دي تكون مفيدة يعني ونطلع منها بفايدة. دي نصايح شراء العربيات. لو انت هتشتري العربيه بص على عداد الكيلومتر مقارنه بالسنه، يعني مثلا هي موديل 2000 وعامله 300,000، هتقسم 300,000 على عدد السنين من سنه 2000 لغايه دلوقتي 24 سنه، فمش عارف ايه بتاع، فهتلاقي توازن ما بين الايه العداد الكيلومتر موديل السنه. تشغيل العربيه والصوت اللي بيظهر من تشغيلها، يعني وانت بتشغل العربيه والصوت اللي بيظهر منها ده انت تاخد بالك منه، في نتشه، في تقطيع، في مش عارف ايه، بدايه عاديه جدا، المارش عادي جدا تمام، الدنيا مظبوطه. نظافه العربيه من جوه، كل حاجه جوه العربيه، مش بس الفرش، مش بس الصالون، مش بس الكراسي، مش بس الارضيه، كل حاجه في العربيه تبص عليها، القوايم، السقف، الارض، الصالون، التابلو، الزراير كلها، او حتى لو كانت يدوي قدام وورا، بص على كل حاجه في العربيه من جوه، بحيث انك تتاكد ان الناس اللي كانت بتستخدم العربيه او الشخص اللي كان بيستخدم العربيه شخص نظيف. الدركسيون لو هو عليه علامات اليد او في اي حفر، فاعرف ان الشخص ده ما كانش بيركب كفر للدركسيون، ودي علامه ان الشخص ما كانش مهتم بالعربيه ولا كان بياخد باله منها. الكفرات بتاعت العربيه، لو هو راح لغايه السوق وكفرات العربيه منحوله او ناعمه او ممسوحه، اعرف ان هو كان شخص مش مهتم بالعربيه، فكونه وصل بالمرحله دي لغايه ما العربيه اتمسحت كفراتها فهو ما كانش واخد باله من العربيه. شغل اي حاجه كهرباء في العربيه،
كاسيت، المكيف، الزرار بتاعت الازاز وهكذا، انوار الطبلون كلها، لان في عربيات دخلنا مفيش انوار، يعني تشغل تدور تعمل اي حاجه مفيش انوار، فمعنى كده ان العربيه دي اتهلكت او دخلها ميه او دخلها اي سائل وهو ما اهتمش ان هو يصلحها، فده شيء مهم جدا. كل الزراير كل التابلو بينور من جوه. الصدى تحت الدواسات، لو هو سايب دواسات ارفع الدواسات اللي هي محطوطه ديت وشوف هل في صدى مأثر في الفرش بتاع العربيه ولا لا، وطبعا من الخارج ومن الداخل. الحاله الخارجيه عموما للعربيه هو سايبها لغايه ما قشرت وبهتت وجاي يبيعها ومليانه نقرات وخبطات، ولا العربيه متظبطه قبل ما هو يبيعها، يعني هو حتى بيجتهد ان هو لما يجي يبيع العربيه تكون جاهزه للبيع، يعني هو عدت من الفحص، لان خد بالك ان الفحص الدوري ما بيعديش العربيات اللي فيها تبهيت، فهو ادى ما عليه وعمل اللي عليه ان هو يروح يعالج التبهيت والتقشير والكلام من ده والنقرات والحاجات دي. حاله العربيه عموما من بره، الفروق ما بين كل الفواصل البلاستيك بتاعت العربيه، يعني ساعات لما تفك الفواصل اللي جوه بتاعت القوايم والحاجات دي، والفواصل ما بين الرفارف والصدام ومش عارف ايه، اي حاجه فيها فواصل في العربيه سواء كانت جوه او بره، بص على المسافه بتاعتها يمين زي للشمال، لازم في سيمتريه معينه كده ما بين الفواصل دي كلها مظبوطه ولا لا، واخده خبطه، دي تبص عليها. الانوار الاماميه والخلفيه للعربيه مشبره ولا لامعه، الازاز يعني سواء كانت الفوانيس اللي ورا ولا اللي قدام، ومتوافقه مع السنه ولا لا، يعني ايه لو جديده خلاص هي جديده هو غيرها قبل ما يبيع، لكن لو هو ما جددهاش او سايبها والعربيه موديل قريب مثلا تتكلم فيما فوق 2018 معقوله ولا لا، لان هي لو هو غيرها جديده غيرتها ليه مع ان الموديل العربيه قريب، يعني العربيه مثلا 2020 2023 لا 2023 صعب طبعا، 2023 لازم تكون قريبه من الجديد، لكن لو العربيه 2023 او 2022 ومشبره جدا يبقى العربيه دي كانت رايحه جايه على خط سفر، فالرمله بتشبر الكلام ده. فتبص للانوار سواء الاماميه او الخلفيه مقارنه مع موديل السنه. قفل الابواب الاربعه والشنطه والكبوت، لما تيجي تقفل البيبان بيقفل بسهوله ولا بتزق ولا بيكحت ولا بيزيق ولا بيعمل اي صوت وهكذا. الشنطه نفس الكلام، بتقفل سيبها تقفل ولا لازم تدوس عليها تتك عليها. الكبوت نفس الحكايه. طبعا رفع السياره في الفحص وتبص عليها كلها من تحت، حالتها عامله ايه، العربيه فيها اي صدى، فيها ميه، العربيه دي كانت غرقانه قبل كده ولا لا. الدخان الابيض ضعف على جوده المحرك، الدخان الازرق في ناس بتقول لك لا يعني، بس طبعا هو اي لون بيظهر من الدخان اللي خارج من العربيه بيخوفك، يعني انا في رايي ان هو اي لون بيخوفك، لان المفروض العربيه ما تطلعش لون اصلا ولا ابيض ولا ازرق. طبعا لو اسود العربيه دي راح في 60 داهيه، يعني العربيه لو بتطلع دخان اسود العربيه راحت خالص. بيظهر منين الكلام دوت؟ مش مع المشي، بيظهر مع ضغط البنزين الغبي، يعني دوس بغباوه فلازم هيطلع ورا دخان. فالعربيه لو ما طلعتش دخان او ما طلعتش عادم بلون ايا كان اللون ما خلاص تمام. يعني هو بيقولوا ان الابيض امان، الازرق لا، الاسود خلاص شكرا. انا بالنسبه لي اي لون يعني بيبقى بالنسبه لي مخيف يعني. طبعا فحص الزيت بتوع الموتور، ولو هو طبعا في حاجات كده تريكات يعني، لو العربيه معلقه ستيكر بترومين الراجل ده يعني تمام يعني، ومش اخر مره بس، يعني انت لو خدت العربيه وتشيكت على بترومين ليها ملف وبيغير زيت في العادي يبقى العربيه تمام يعني. في نصيحه كده اللي هو بيقول لك ايه، يعني حركه صايعه شويه تحاول تتاكد ان العربيه ما غرقتش ما جاتش عليها يعني امطار وكده. تسحب الحزام بالكامل، تسحب حزام بتاع السواقه واللي جنب السواق بالكامل، تشده لغايه ما يوصل للاخر. دايما الناس بتنسى الموضوع ده، ممكن لو انت شديت في الاخر العربيه، شديت في الاخر الحزام هتلاقي الحزام عليه بتاع دوت بقع ميه، فتعرف ان العربيه دي غرقت، يعني طبعا ايه دي تقلع منها شويه يعني. فبس دي حركه ممكن هو ياخد باله منها بعدين ويكنسلها يعني. شغل مكيف وتاكد من قوه البروده والريحه لو هو مهتم بيه يعني. فدي كانت نصايح في شراء العربيه وتقدر تعتبر منها في البيع. لكن في البيع بقى في نصايح تانية خالص، لان احنا كان معانا عربيه لما كنا بنبيعها مش عايز اقول لك حصل لنا ايه يعني. الحلقه اصلا طولت، فهنخلي حلقه البيع في حلقه تانية ان شاء الله. الحلقه دي تكون عجبتكم والنصايح تكون عجبتكم، ونصايح البيع هكتبها ان شاء الله برضو عشان ما انساهاش اثناء ما بسجل الحلقه. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير من عن تجربه بودكاست في السعوديه عن تجربتي في الحياه هنا. والناس اللي شايفه ان انا بطول يعني يستحملني شويه، او مش هقدر اقول لك ان انت تتفرج عليا بالعافيه يعني. شكرا ليك، سلام.